السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة هايلة نت. معكم ليلى هنوني. إلا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتضغطوا على زر جرس باش توصلوا بكل مرة. اليوم إن شاء الله غادي نديروا إعادة تدوير العلب الكرتونية. أي كرتونة توفرت عندكم في الدار على هذا الشكل هذا، مرحبا، تبعوا معي الفيديو حتى الأخير. بالنسبه لهاد العلب الكرتونيه اللي ما كانتش عندكم في المنزل فتقدروا توفروا عليها عند بائعي المواد الغذائيه اللي قريب ليكم، تقدروا تاخذوها من عنده. اول حاجه كناخذوا الشكل اللي كيكون التحتاني، هذا اللي كيكون لتحت غادي نقطعوه، ناخذوا غير الوسط ديالو على هذا الشكل هذا. فغادي نحلوا الجوانب ديالو بحال هكا، وغادي ناخذوا مقص اولا كيتور وغادي نقطعوا نحيدوا هذوك الحواف كاملين اللي كاينين تما. بالنسبه للطريقه راه هي هذه، فكناخذوا المقص، انا غادي نستعمل غير المقص، كيف تقدروا تستعملوا كيتور، وغادي نبقى حتى كنقطع هذوك الجوانب كنحيدهم. ومن بعد راه كيعطيني العبار هو هذاك، يعني العبار ديال الداخل باش كتجيني شويه شاده في راسها وكتجي قاصحه. غادي نستمر في التقطاع ديال هاد الكرتونه هذه. من بعد غادي ناخذ هذا الورق اللاصق، راه سهل في الخدمه ديالو. بالنسبه للناس اللي ما توفروش على هذا النوع هذا، فغادي تاخذوا الورق ديال المصبانه وغادي دهنوا هاد الكرتونه كامله باللصاق ديال الخشب، كنأكد اللصاق ديال الخشب، وغديروا نفس الطريقه، يعني غتتقطعوا عاد غديروا اللصاق وغادي تبداو تلصقوا. انا غنوريكم الطريقه. ناخذوا الورقه وكنطراسيوها بحال هكا، يعني كنمشيو دوك الجوانب كنديروا الكرتونه في الوسط ديال الورقه، يعني كناخذوا العبار من قبل كنديروا في الوسط ديال الورقه وكنحاولوا نطراسيو بحال هكا الجوانب. الى لاحظتوا راه غتلقاو تقريبا نفس العبار اللي دايره على اليمين هو اللي نفسه على اليسار. كنطراسي على هذا الشكل هذا، يعني كنديرها بالنسبه للبلايص بربعه، يعني القنيتات بربعه. انا نحاول نشرح لكم باش تجيكم الطريقه سهله. ونفس الطريقه راه كنديروها في العلب ديال الهدايا اللي بغينا نستعملوا العلب يعني اللي كتكون مسدوده وبغيتوا ديروا نفس الطريقه راه حتى هي كدار. من بعد كناخذ تقريبا 2 سنتيم على هذا الشكل، سواء تاخذوها في الطول اولا في العرض. غنديرها في بنفس الطريقه في الجهه الثانيه، وكناخذ مقص وكنبدا نقطع في هذوك الزوائد، يعني كنفوت هذوك 2 سنتيم وتنقطع. كنتمنى ان الشرح يكون واضح، وان شاء الله حتى الفيديو راه غادي يوضح لكم الطريقه اكثر. صافي غادي نبدا نقطع وغنزيد نقطع مازال حتى هذيك البلاصه شويه صغيره، يعني غادي غير نطراسي بها. صافي نقطع الجهه الثانيه حتى هي. المهم هاد الطريقه راه كنديرها للجويه بربعه، يعني كنديرها في الجهات كاملين. وهنا هذيك هذيك الشويه اللي درت، يعني ديك 2 سنتيم راه حتى هي كنقطعها. كناخذ مسطره اولا اي حاجه حاده وكنبدا بحال هكا باش كنتنيها باش كتجيني مزيانه في الخدمه ديالها. غنعاود نديرها نفس الجهه الثانيه وغناخذ اي حاجه حاده وكنكمل بنفس الطريقه بالنسبه للجوانب الاخرين. الا كان اي سؤال خليوه ليا في صندوق الوصف. هنا بعد ما كملت الجوانب بربعه فكنبدا بحال هكا نطراسي فيهم، ومن بعد كنحيد هذا اللصاق ونحط العلبه في الوسط، وغادي نبدا نضغط ونبدا نغطي بهذاك هذا اللصاق هذا او هذا الورق اللاصق، ونحاول نحيد داك الهواء اللي كيكون. الفيديو ان شاء الله غادي يشرح لكم كل شيء.
من بعد كناخذ هاد لي زيست خاص وكنبدا نلصقهم بهاد البيستولي. الا ما توفرش عندكم فتقدروا ديروا غير عقيق او لا اي حاجه اللي يكون اللون ديالها بحال هكا، اما يكون اللون ديالها ذهبي او لا يكون اللون ديالها على هاد الشكل هذا فضي. انا غنستعمل هاد الفضي لانه كيتواتى بزاف مع اللون الاسود وكيعطي شكل زوين بزاف. وكنحيد الزوائد بالطبع صافي، وغادي نلصقوا على هاد الشكل هذا. هذا هو الشكل النهائي ديال هاد البواط. تقدروا ديروا ليها ايديات وتقدروا تخليوها بحال هكا، يعني الشكل ديالها هو هذا. انا غنوريكم بالنسبه للعلبه الصغيره حتى هي كيف غادي ندير ليها. بالنسبه لهاد العلبه الصغيره فحتى هي غندير لها نفس الشكل، يعني تقدروا حتى هاد الوسطانيين حتى هما تزينوهم بنفس الطريقه. انا غادي نزين غير هاد العلبه هذه لانها شويه متوسطه، يعني غادي تنفعني بزاف. بالنسبه لهاد العلبه الصغيره حتى هي غندير ليها نفس الطريقه، ولكن غادي نديرها طالعه، يعني غادي نخلي غير مسافه صغيره تقريبا واحد 5 حتى 7 سنتيم في الوسط، يعني ما نخليش الوسط ديالها عالي بحال هكا. فغادي ناخذ كرتون او انا هنا غنستعمل هذاك الغطاء ديالها اللي كيكون ديال هاد العلبه، وغادي نغطيه باش نقطعوا عفوا باش كناخذ العبار لداخل. هنا كيف كتلاحظوا انا خديت العبار لداخل. من بعد غادي ناخذ اي نوع ديال البونج اولا الفرشي. انا هنا غنستعمل هذا النوع ديال الفرشي، نتوما تقدروا تستعملوا اي نوع ديال البونج وغديروا المسافه اللي بغيتو، يعني غديروه عالي اولا ديروه قصير. وحتى الفرشي حتى هو يعني تقدروا ديروا الفرشي طالع اولا الفرشي نازل. هذه الطريقه كنتمنى، المهم انا غنشرحها لكم غير باش تستافدوا منها بالنسبه للناس اللي كيبغيوها. بالنسبه لهاد العلب تقدروا ديروا فيهم اي حاجه بغيتو، وتقدروا تقدموا فيهم مثلا بحال التمر معمر، اللوز، يعني بالنسبه للناس اللي كيبغيو يقدموا الفاكهه ولا كياخذوا الفاكهه من دار، يعني كاينين بعض المحلات خاصين بالفاكهه كيحطوها بهذا الشكل هذا وكيزينوها بهذا الشكل هذا. فهذه هي الطريقه اللي كتكون، يعني كيديروا دائما الفرشي اولا كيديروا البونج، كيديروا طبقه عاليه وتيغطيو بهذه الطريقه باش كتجيهم صغيره بزاف، كيبقى داك الحجم كلشي داكشي اللي كيتحط فيها كيبان. المهم هنا غادي ناخذها وغادي نلصق وغادي نغطي من الفوق والتحت. ومن بعد ما غادي نغطي الفوق والتحت بالكرتون، يعني ضروري اننا نغطيوه بالكرتون، غادي ناخذ هذاك الورق اللاصق وغادي نغطي بها بهذا الشكل هذا، يعني نحاول ما امكن انني نغطي بها. انا كنعطيكم افكار وتقدروا نتوما تخدموهم كيف ما بغيتوا. تقدروا هاد العلب هذه تستعملوها في اي حاجه بغيتوا، يعني في مكياج ديالكم بغيتوا تقدموا فيهم حلويات، كيف تقدموا فيهم شوكولات، كيف انكم تقدروا تعطيوهم هدايا للناس الاقارب ديالكم. انا كنعطيكم مجرد افكار وانتوما تطبقوها ويعني تستعملوها على حسب الرغبه ديالكم، كيف انكم تقدروا تستعملوهم كمنظمات الماريو كيف كنقولوا، يعني كتقدروا تستعملوهم منظمات للخزانه. المهم انا مجرد فيك افكار كنعطيها لكم وانتم غتطبقوها، يعني حتى بالنسبه للالوان راه كتبدلوا الالوان اللي بغيتوا. صافي من بعد ما كنغطي هذا الكرتون هذا اللي كيكون السمك ديالو وغادي نكمل بنفس الطريقه اللي درت في الكرتونه الكبيره. هنا ما تراسيتش كيف كتلاحظوا لان صافي خديت العبار من قبل. بالنسبه لهذا الورق الناس اللي ما غيعرفوش منين ياخذوه فكتاخذوه يا اما من المكتبات اولا من المحلات التجاريه الكبرى. انا خديته من بريكوما، وتقدروا تاخذوه كذلك من دروغري، راه متوفر بزاف. يعني اي بلاصه مشيتوا ليها كتقولوا الورق اللي فيه اللصقه كتاخذوا اللون اللي بغيتو. انا هنا استعملت اللون الاسود، تقدروا تاخذوا اي لون كتفضلوا. نخليكم مع الفيديو وكنتمنى ان الطريقه تكون واضحه.
من بعد كناخذ البيستولي وكنلصق هذاك الغطاء اللي كيكون الوسط، يعني باش كنحيد هاد العيوب هادو. صافي غادي ناخذ تقدروا تستعملوا كذلك لما توفرش عندكم البيستولي فتقدروا ديروا اللصقه ديال الصباط او لا اللصقه ديال الخشب، حتى هما راه نفس الخدمه ديالهم. وغادي نبدا نزينها بنفس الطريقه اللي زينت بها العلبه الكبيره. وهذا هو الشكل النهائي ديال هاد العلب هادو. كيجي الشكل ديالهم زوين بزاف وكيتقاموا رخاص بالمقارنه مع الثمن اللي كيتباعوا في المحلات التجاريه الكبرى. كنتمنى ان الطريقه تعجبكم وتستافدوا منها، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتخليوا لي التعليقات ديالكم الرائعه اللي كتشجعني، وتبارطاجيو هاد الطريقه او هاد العلب مع الاصدقاء ديالكم والاقارب ديالكم. والى اللقاء في فيديو اخر بحول الله. اترككم في امان الله.